صوت الناس رسالة، صوت الناس رسالة إلى المسؤولين في مصر. النهاردة نزلت كاميرات برنامج صوت الناس لمنطقة عشوائيات الجورة بسيدي فرج برود الفرج. أتعرف عليكي؟ أنا سناء جمعة. حاجة احنا هنا في منطقة إيه؟ منطقة الجورة سيدي فرج سيبيه. طيب اشرحي لنا انت حضرتك هنا ساكنه بقالك قد ايه؟ بتاع 40 سنة. انتوا عايشة في الأوضة، عايشة في أوضة. 40 سنه عايشه في اوضه. معاكي اولاد قد ايه يا حاجه؟ معايا ولد وبنت. تمام. ايه مشكلتك حضرتك في منطقه الجوره بسيدي فرج؟ مشكلتي البيوت مهددة علينا بتقع، ونبقى نايمين التراب ينزل على وشنا، وعندي الأوضة جوه عاملة لها من المية، والتراب اللي بينزل عليا عاملة مشمع من جوه كده، الفيران بتجري عليا فيها. طب انت حاجه بتصرفي منين؟ أنا بصرف أهو، وبعمل شوية كشري، وجوزي متوفي، ومعايا ولد وبنت، بس بنتي متجوزة والواد بعلمه في المدرسة. معانا حالات زي ما حضراتكم شايفين، البيوت متهالكه، الناس عايشه عيشه غير ادميه، الناس تعبانه. هتشوفوا معانا حضراتكم الحالات اللي معانا على الطبيعه، وتشوفوا احنا نازلين ازاي، يعني بيت نازل تحت الارض حوالي 2 متر. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ساكن هنا يا حاج؟ ان شاء الله. بقالك كام سنه؟ انا تعتبر مواليد هنا 23/10/70. انت عملوا لكم حصر يا حاج هنا للبيوت دي ولا ما عملوش حصر؟ كذا مرة، وقبل السوق ما يتشال قالوا هيتشال مرة واثنين وثلاثة. بنسمع ان الحتة هتتشال من قبل السوق ما يتشال، والسوق اتشال واحنا زي ما احنا. وكل شهر واثنين وثلاثة تيجي الناس تعد، وتيجي الاسامي واللي ساكن والكلام ده كله، وما فيش اي استجابة. مشاكلكم ايه يا حاجه في منطقه الجوره برود الفرج؟ مشاكلكم تيجي في لما تتسدي بره تروح رمي علينا، عشان انتوا تحت مستوى الشارع بمترين. ايوه. البيت ده لغاية دلوقتي حضرتك بيتنزح، يعني احنا كل شهر او اتنين بننزحه، وبعدين ما بتخشش عربيه لا مؤاخذه عشان تشفط المجاري وكده، بنضطر ان احنا بنشيلها. حاجه بالنسبه للبيت ده، انت قلتي عايشه فيه بقالك كام سنه؟ من سنه 60. مش خايفه حاجه البيت يقع عليكم؟ بسلمها لله وبنام، هعمل ايه؟ بسلمها لله وبنام، هعمل ايه؟ طب يا حاجه، انتوا تقدمتوا للحي او للمحافظه علشان البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده المتهالك ده، تقدمتوا ليه؟ حد جالكم قبل كده من المحافظه؟ كتير، وجم وصوروا، وفي العزبه صوروا، كل مكان بيصوروا. قول يا رب. طب يا حاجه، دلوقتي رئيس الحكومه بيشوفك، تقولي له ايه على بيتك المتهالك اللي انت عايشه وخايفه فيه؟ تقولي له ايه؟ اقول له اللي يفيد من بحرك ادهوني، قعدني وريحني بس. وده نموذج معانا، نموذج اخر من منطقه الجوره في رود الفرج. الناس عايشه يعني معاناه، بتعاني، الناس عايشه معاناه. ادي بيت متهالك زي ما حضراتكم شايفين. ساكنه هنا؟ ساكنه هنا. بقالك قد ايه ساكنه هنا؟ بقالي كتير والده عيالي هنا. انت ليكي انهي اوضه؟ الاوضه اللي في الوش دي؟ في الوش اللي وقع عليها الحاجه. طب وانت لما الاوضه وقعت عشتي فين؟ عايشه مع ابويا في اوضه صغيره، انا وعيالي وجوزي. انت وابوكي وعيالك وجوزك في اوضه؟ 13 نفر. لا واحده يا حاجه. ايوه 13 فرد عايشين في اوضه؟ ويجوا يشوفوا. انت يا حاجه بتقولي ايه المسؤولين اللي بتشوفك؟ بتقولي ايه الحكومه اللي بتشوفك؟ يجوا يشوفونا ويشوفوا عيشتنا وحاجاتنا المرميه وعيالنا وبناتنا ومتبهدلين. تطلب منهم ايه؟ نطلب يدونا يهدوا البيت ويبنوه، يرجعونا فيه تاني. هنروح فين بعيالنا ديت؟ انت بتطلبي ايه من الحكومه؟ بطلب انه يجوا يهدوا لنا حتى ويبنوا لنا هنا عشان اكل عيشنا، ولو خرجت من المنطقه من هنا مش هعرف اكل عيالي ولا هاكل. يعني انت دلوقتي بتطلبي، طب يعني لو ادوكوا مساكن بديله بره ده مش كويس برضو؟ يا ريت اي حاجه. بالك قد ايه هنا يا حاج؟ انا بقالي 60 سنه. ربنا يديك الصحه يا حاج. والده عيالي كلها هنا. ربنا يديك الصحه. تعيش. طب انت يا حاجه دلوقتي بتطلبي ايه من الحكومه اللي بتشوفنا دلوقتي؟ تقول لهم ايه؟ بطلب يا رب عشه خشب ننام فيها ونتلم فيها، ارحم من اللي احنا فيه ده. بنخاف نقعد هنا لا يقع علينا بقيته.
طب احنا نروح حاجه فين؟ هنروح فين يعني؟ بننام في الشارع. اسمك ايه يا حاج؟ عبد الفتاح. انت نايم ليه يا عم عبد الفتاح؟ انت نايم ليه في الارض هنا؟ الأوضة بقى. عشان الأوضة بقى. بنام فيها تقع عليا. ما انت برضه حاج، ما هي الاوضه انت نايم جنب الاوضه. طب ما انا هنام فين طيب؟ ما انا نايم جنبها بس تبقى في الامان بره شويه. انت منين يا حاج؟ من اسيوط. اسيوط. هنا في مصر بقالك قد ايه؟ بقالي بتاع زيادة عن 60 سنه. كنت بتشتغل ايه يا حاج؟ شغال في فرن. دلوقتي بتقدر تشتغل؟ ما اقدرش اشتغل، عندي 74 سنه ما اقدرش. تصرف منين يا حاج؟ من عند الله. انت سيادتك مالكش سكن بديل غير دي؟ مفيش. عيالي متجوزين كلهم وقاعدين بعيد. دول كلهم اهلنا، ناس مسنين وناس كبار وعايشين عيشه صعبه. حاجه انت بتطلبي ايه من رئيس الحكومه؟ أنا بطلب إن هو يحسن لنا سكننا ويحسن لنا معيشتنا. احنا قاعدين هنا مهددين، بيت يقع علينا زي ما وقع على ام فوزي كده، واحنا 9 افراد في اوضه واحده. يعني السكن بقى غالي والعيشه بقت غاليه، واحنا لو معانا فلوس كنا طلعنا وخدنا شقق. كم فرد عايش في الاوضه يا حاج؟ احنا 9، عندي 2، واحد كفيف والتاني معاق على رزقه برضك متجوز ومعاه 2، وكلنا في قلب الاوضه. لما طفش خد اوضه بره هو وعياله وقاعد اوضه. تطلبي ايه من الحكومه يا حاجه؟ شقه تلمني انا واولادي، ما اكتر من كده مش طالبه من رئيس الوزراء. انت مشاكلك ايه يا فندم؟ انا معايا 4 بنات وقاعده في البيت مهدود وعاملين عشه وقاعدين فيها، ومعايا 4 بنات فيهم عيله عندها 4 سنين عندها السكر. كل ما اروح اعمل لهم يعملوا لي قرار للسكر 9 تنفار. يعني انا معايا 4 عيال، محمود اخويا معاه عيلين وسيد معاه 2 وسماحه معاها بنت وحامل، ومعايا اسلام. يعني احنا كذا اسره قاعدين في بيت واحد. اما صار بالك قد ايه انا عايش في البيت ده؟ داخل على 45 سنه. انت يا حاج يعني اشرح لي، البيت انا شايفه واقع، انت عايش فيه ازاي؟ طب احنا ظروفنا تعبانه، ما عرفش انا حق اجره شقه ولا 20,000 ولا 30,000 زي ما انت شايف النظام اللي ماشي. عندك ولاد يا حاج؟ اه. كم عيل؟ 4. 4 عايشين معاك؟ 2 عايشين و2 متجوزين. الست بتاعتك؟ اه. حاجه انت بقالك كام سنه عايشه مع الحاج في البيت ده؟ وش عدوك يجي 5. انا عمري 55 سنه، ليا هنا 45 سنه وعايشه، والورق بتاعي راح الحي ولا بيقولوا لنا انتوا فين، وعيشتنا على قدينا، والراجل يا دوبك على معاش السداد مفيش غيره، وانا ببيع حبه خضره وبنام كل ليله شاهد لربي اللي انا بقوم والاقي نفسي حيه، انا والراجل والعيلين اللي معانا، والعيلين التانيين اتجوزوا وغلاب على قد حالهم ولا عرفناش نعلم اي عيل. بنخاطب الساده المسؤولين، بنخاطب الساده صناع القرار، نظرة عطف لأهالي منطقة رود الفرج، نظرة عطف لأهالينا البسطاء. دي أبسط حقوق المواطن في مصر، إن يلاقي مكان ينام فيه.